طبعا كلكم عارفين محمد بتاع كشري التحرير. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حد صوره فيديو، الله اعلم ايه اللي حصل قبل الفيديو ده او اللي كان في المطعم. احنا ما شفناش الواقعة بالظبط عشان نحكم. يعني ما نقدرش نقول على مدير المطعم هو اللي غلطان، وما نقدرش نقول على ده هو اللي غلطان، بس احنا كشعب مصري تعاطفنا معاه وطلع ترند زي ما بيقولوا. ما بعدش حد دلوقتي، مصر كلها تقريبا بقت عارفاه. هل انت رحت يعني سمعت من مدير المطعم؟ مدير المطعم لحد دلوقتي انا ما شفتوش طلع في لقاء. احنا لو جينا نشوف محمد بيعمل ايه دلوقتي هتشوفوا مهزله. والله قعدوا كلهم الوقت بيتجمعوا مع بعض، بيقولك معرفش على واحد بتاع انتش واجري، ومتجمعين مع بعض عشان الناس يستفزوا الناس اكتر، والناس تشوف الفيديوهات بتاعتهم ويطلعوا ترند. زي ما انتم فاهمين الناس الوقت عادت بتستغل الهيافة وتستغل اللي يستفز الشعب عشان يطلعوا بترند. راجل لقى الموضوع ماشي معاه فراح زي ما انتم عارفين راح العزا بتاع فريد الديب، طبعا عشان عايز يكسب شهرة. وانا احيي الشخص اللي اصلا قال له انت جاي بصفتك ايه، مش عشان تكبر او حاجة، لا بس هو فعلا راح عشان ترند. هو رايح عشان ان هو يشهر نفسه اكتر، ده طبيعي. سيبك بقى من ان هو يقول لك ده انا كان نفسي اقابله وكان نفسي اعمل، لا هو ده اصلا متخطط له، حد هو اللي قايل له روح الحته الفلانيه. تمام، اطلعوا يا عم شهروا الناس اللي بتتكلم مثلا على الصلاه، الناس اللي بتتكلم اللي بتشجع الشباب على حاجه هادفه. بلدك مليانه ملايين، والله فعلا ملايين من المواهب الهادفه. طبعا حاجات الهادفه او المحتوى الهادف طبعا هابط بامانه. احنا بقينا في زمن اخبار زي ما بيقولوا، فربنا يلطف بينا طبعا. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الربيضة. قيل وما الربيضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.